قبل ما تتجوزي لازم تعرفي تعملي الطبق البصارة ده على أصوله. يا كده يا ما تتجوزيش دلوقتي، لازم تتعلميه الأول بيتعمل ازاي، ولازم يكون بطريقة المظبوطة بتاعت زمان. هوريكوا دلوقتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رحنا السوق وجبنا ايه؟ عيش ده. كل ما اروح السوق واحده بتقول لي وانت بتطبقي العيش ده ليه؟ بقول لها انا بطبقه كده عشان لما اجي لو هو مفروض تيجي تسحبيه فبيتقطع منك، فبضطر ان انا ايه، اتنيه كده. هو معانا البصاره، فول مدشوش من بتاع الفلافل، وجبنا اناس وجبنا صابون وجبنا الفلفل اللي هنعمله فلفل السريع اللي بيتاكل في ساعتها. هنقيه طبعا، اهم حاجة الفول لان لازم يتنقى من اي حاجة فيه. هنغسله بقى كده، مش هننقعه، هنحطه على النار على طول، شوية ملح كده وفص توم وبصلاية. واهم حاجة الاساسي بقى في البصارة، هقول لكم ايه عليها، ولا حد يقول لي بقى ايه، لا خضرة ولا شبت ولا اي حاجة. معلقتين الملوخية الناشفة ديت، هي دي أساس البصار. ملوخية ناشفة من عند عطار يكون موثوق منه، ولا فيها عيدان ولا فيها طوب ولا أي حاجة. أنا جبت المعلقتين دول ب2 جنيه، خدتهم كده ورحت حطاهم على البوتاجاز، وسيبيهم بقى ايه مع نفسهم بقى يتهروا كده. هنعمل بقى ايه الفلفل السريع. وقبل ما نعمل الفلفل السريع ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لاول مره يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس امرا. معانا فلفل بقى، تقطعيه ما تقطعهوش، في حامي وفي بارد كده. هو زي ما انتوا شايفين هنسلقه، وهنحط بقى ميه على النار، وزي ما انتوا شايفين بقطعه 2، او عايزه تقطعيه اصغر من الاتنين ماشي. ان ده كان ايه كبير شويه. زي ما انتوا شايفين كده. انا جبت برضو ايه في حوالي ايه، يعني ده كيلو، في منه ايه زي اقل من ربع كيلو كده، نقيته بالمره عشان ايه يحل الميه كده ويبقى فيها حرقيه حلو. ما تحطيش بقى ايه في الميه اي حاجه، ولا ملح ولا اي حاجه. خدي بقى كده واسلقيه، وتروحي بقى ايه يعني واحده واحده كده، يعني مش هيتسلق بقى ويتهرى معاكي، لا. بص بقى ايه البصاره اهيت، بنقلبها برضو ايه، وكانت العين دي شغاله ودي شغاله، وزي ما انتوا شايفين كده بنجسها كده الفلفل. لقيته بقى ايه استوى زي ما انتوا هتشوفوا كده اهوت. هي يا دوبك استوى، رحت منزلاه على طول وشطفاه. عايزه ترمي بالميه دي تسيبيها لما تبرد وتعملي بيها ماشي، مش عايزاها خلاص كبيها. انا كبيتها عشان ايه، هنحط لها بقى ميه ايه نضيفه بقى كده اهوت، من الحنفية، عشان خاطر إيه هناكله النهاردة زي ما انتوا شايفين كده. ده بسريع يعني. وهوريكم بقى ايه البصارة. بصوا ما تتخضيش بقى كده وتقول يا لهوي عملت كده ليه، لا ده كل ده هيتشرب دلوقتي مع البصل. وحطيت بصل اهوت زي ما انتوا شايفين، وسيبيها بقى ونشوفوا بقى ايه اللي هعمله مع الفلفل. اهو زي ما انتوا شايفين بقى كده عملته على طول عشان خاطر ده هناكلوه برضو مع البصارة ان شاء الله. حطيت بقى باكل الملح ده خشن عشان خاطر ايه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عندك بقى توم فريش، هتبقى ايه فصين كده بس تروحي ايه مقشراهم، مش عايز تقشريهم دقيهم وحطيهم من غير بقشرهم. فتحتهم كده وحطيتهم على الملح، وحطيت الفلفل بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، وتاكليه بقى ايه النهارده ان شاء الله. او زي ما انتوا شايفين ده الغطا بقى ايه بيتحط كده جوه عشان خاطر ما يعومش على الوش. ده لو كان فريش الفلفل هيعوم على الوش، لكن ده مسلوق تقيل مش هيعوم على الوش. او زي ما انتوا شايفين كده بقلب بقى الملح اهو، ده هناكلوه ان شاء الله النهارده. بصوا بقى ايه على البصاره تاني بصوا لونها بيتغير ازاي زي ما انتوا شايفين كده كل مدى ما بيتغير لونها ما تقلقيش منها خالص. هنعمله ايه بقى بعد كده، ونسيبه بقى الاكل دلوقتي ونشوفه بقى ايه حالنا بقى ايه في البيت. طبعا البصارة مش هتاخد وقت خالص في عمايلها في الاخر، بس قلت بقى ايه هنفض بقى ايه. اهم حاجة المراوح دي تحس انها بتطلع تراب كده علينا واحنا قاعدين، فلازم كل مدى كده ايه نمسحوهم وننفضوهم من التراب. طبعا احنا في صيف ولازم بيبقوا ايه شاربين تراب كده زي ما انتوا ايه شايفين. ايه قلت بقى لا دولت عايزين بقى ايه بره كده وايه، وسبت البصارة بقى ايه لسه ايه مش هتتعمل دلوقتي لان احنا اصلا كنت الظهر دلوقتي.
واحنا ايه جوزي بيجي ايه على الساعة 8، قلت اعملها ايه بقى براحتي، وامسك بقى المراوح ديت كده زي ما انتوا شايفين تراب تراب خالص كده اهوت. قلت انفضهم وبعدين ايه ابقى احطهم تحت الحنفية، بس مش هحط المراوح كلها تحت الحنفية، هبقى اوريكم ايه اللي انا هعمله. طبعا نفضتها كده خالص عشان افتح ديت واغسل المروحة، مستحيل مستحيل خالص راضية تتفتح. قلت يلا مش مشكلة، اهم حاجة نفض التراب اللي عليها، وبعد كده برضو ايه همسحهم برضو مسحة حلوة بالقماش اهو زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة بقى نزلت التراب اللي فيهم كده ايه تحت، وانا بحاول برضو افتحها ما اتفتحتش المروحة. مسحتهم كده بس ايه لسه هاخدهم تاني بقى ايه على الحوض بقى ان شاء الله كده، وهتشوفيني بعمل ايه على الحوض. بصوا بقى التراب، بصوا عايزه اقول لكم هي واحده بتاعت اوضه النوم وواحده بتاعت الصاله، اللي في ايدي دي اللي هي بتاعت اوضه النوم. بحاول برضو ان انا افتحها لان كان جوزي هو اللي بيجيبهم بصراحه، ربنا يديله الصحه والعافيه، وهو كان ساعات بايه بياخدهم ويروح ايه عاملهم برضو مسحهم كده. قلت لا عليا بقى انا الدور المره دي، مش معقول يعني قاعده في البيت عماله اكل واشرب وخلاص، لازم بقى ايه برضو ايه اعملهم مره. بصوا يعني ما بيكملوش كام يوم وتلاقي التراب ده هوت، عايزه اقول لكم فظيع فظيع خالص اهو. بصوا مسحتها برضو، بحاول ان انا افتح دي مش راضيه برضو ايه تتفتح. قلت يلا الحمد لله، يمكن لو كنت فتحتهم كانوا جرالهم حاجه، وكان جوزي جه قال لي ايه بقى، كان قال لي كلام كتير قوي. يلا مش مشكله، خلصتهم ودخلت بقى كده ايه على الحوض. اوعي بقى تتجني وتمسكي المروحه اللي فيها الموتور وتغسليها، ابدا لا طبعا. انا ايه معلش انا مؤاخذه في كلمه تتجني ديت، يعني انا بقول لكم ايه انتوا ايه اهلي برضو التانية، فايه بضحك معاكم. بقول لكم كده مسكت بقى ايه الغطيان برضو دولت ايه بيتمسحوا زي ما انتوا شايفين كده بالليفه والصابونه، وبعد كده باخدهم امسحهم بقماشه برضه عشان خاطر ايه ما يجيش عليهم صدى ولا اي حاجه. اهو مسكت بقى دولت بقماشه بقى مش بالليفه كده هوت، رحت بله القماشه كده هوت ورحت عصراها حلو، مسحتها بقى مسحة حلوة كده خالص. المروحة زي ما انتوا شايفين المروحة دي بلاستيك، لكن في التانية معدن، ديت اللي هي في اوضه النوم بقول لكم يعني المروحة بتاعتها ذات نفسها زي ما انتوا شايفين كده، اللي هي عاملة زي الأكريليك كده والتانية معدن اللي هي ايه تحس ان هي صاج كده زي مراوح السقف اهو. بصوا مسحتها، عايزه اقول لكم بنتقم كده منها، هو حد ايه يجيب ميه على الموتور اللي هو ورا ده، لا هي القماشه بس كده، وتمسحي بقى كل حته فيها وكل المروحه كده هو تمسحيها زي ما انتوا شايفين. انا طبعا ما اقدرش اعملها بقى ايه في الصاله ولا في اي حاجه، قلت لا تعالوا هنا. دي خلصت التانية ورحت ماسكه دي برضو نفس العمايل، عصرتها جامد القماشه ورحت ايه ماسكه المروحه كده هوت والسلك ومسحته زي ما انتوا شايفين. غير كده انا ايه مسكتهم بقى ايه نفضتهم بره زي ما شفتوا كده. قلت بقى يعني اكل البصارة النهاردة مش هياخد حاجة مننا ولا اي حاجة، اشوف برضو ايه حاجة تانية اعملها وكده، فهوريكم برضو ايه اللي انا هعمله ايه تاني. اهم حاجة بقى دولت كده هوت انا مسحتهم كده زي ما انتوا شايفين وخليتهم زي الشمع اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وطبعا بقى بكره الجمعه وممكن يكون جوزي قاعد من الشغل ايه، فاحنا ايه نشوف بقى اللي ورانا بدل ما ايه المراوح كلها تراب، المراوح بتجيب تراب، لا فاحنا ايه نعمل الحاجه واحنا ساكتين اهو زي ما انتوا شايفين كده. طالما مرناش حاجه ولا اي حاجه خلصتها اهوت وخليتها زي الشمع. ديت المعدن بقى ديت اللي هي في الصاله اللي بتاخد كل قعدتنا كده، وهي بقت زي الفل كده اهو زي ايه كأنها جديدة كده خالص، وفل فل كده خالص. وديت بقى اللي في اوضه النوم اهيت شمعة كده اهو خالص. تعالى اوريكم بقى ايه اللي هعمله تاني اهو زي ما انتوا شايفين. ده شباك اوضه النوم ده ما بيكملش متر عندي كده، الضوء بقى مش مخلي فيه ضوء حلو في الكاميرا. بصوا التراب اللي على السلك، السلك ده تحس ان هو ايه يعني عامل زي القماش خرقة، ما هوش حديد ولا ايه ولا سلك من المعدن ده لا. في قماش في يعني زي ده كده تحس ان هو قماش، تحس ان هو بلاستيك كده. خلعتهم بقى كده قلت تعالوا بقى، فطبعا ده مش هقدر ان انا ايه افتحه لان اخاف فار يخش ولا حاجه.
سبته مقفول لحد ما اغسل ده على الحوض برضو. قلت لها اه تعالى على الحوض. طب اعمليهم في الحمام. انا صراحة مش قادرة ان انا هقف واجيب الخرطوم وعلى ايه ده، هما ايه شباكين بس كده هوت. هعملهم وانا واقفة، لان طبعا الشباك ده صغير ما هوش كبير بتاع اوضة النوم. غير كده لو انا هخلع التاني كنت جبت بقى الخرطوم ووقفت في الحمام وعملتهم. فقلت ايه استسهلت بقى كده الوقفة ديت وايه، وعملتهم بقى كده هو دعكتهم بالليفة زي ما انتوا شايفين كده، وخليتهم شمعة وخليت التراب بقى بصوا نزل بقى كده خالص زي ما انتوا شايفين. زي ما هعمل بقى الفردة الازاز ديت او الضرفة دي، هعمل برضو الضرفة التانية. هغسلها برضو حلو وايه وهشطفهم عشان خاطر اشوف بقى ايه يعتبر الشباك بقى ايه اللي هعمله. اهو خلصتهم كده ودخلت بقى على الشيش بقى. بصوا الشيش عامل ازاي، بصوا التراب. طبعا ده مفتوح 24 ساعة ما بيتقفلش، عايزة اقول لكم ما بيتقفلش، بس انا بقفله بالليل عشان خاطر هنا عندنا بقى ايه حشرات وفران والحاجات دي كلها. لاحظوا ان هم كانوا واكلين ايه السلك بتاع ايه الدنيا بتاع الازاز يعني. فبقفله بقى ايه بالليل. غسلته بقى كده بدل ما اشيل بقى وحوضت كتير لو انا جبته من بره واحنا في المنور بقى ده. فغسلت بقى كده الدلة على الوش ومسحت بقى يعتبر الشباك كلته. وفي نفس الوقت كده هوت اللي على الوش يعتبر غسلته ومسحته نشفته. ورحت فاتحة بقى ايه اللي من جوه، عملته بس كده ايه من ورا زي ما زي على قد طول ايدي كده، ان انا ايه اعمله من بره. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت. رحت بقى ايه من بره كده قعدت برضه ايه اعمله اهوت كده اهوت. سامحوني بقى ايه كان التليفون خلاص فصل جاب احمر عايز يتشحن. بصوا كده اهوت قعدت بقى امسح فيه لحد بقى ايه ما خلصته من هنا ومن هنا والكلام ده كلته كده اهوت. اه عديت برضو ايه بيه النهارده يعتبر الاكله ديت وفرت عليا وقت التوبيل اهوت. بس خلاص كده ايه غسلته ورحت جايه بقى ايه معلقه الازاز التاني. بصوا بقى الميه اللي على يعتبر اللي على السلك كل ده بقى بيتنفض كده وانت بتعلقيه وايه وبينشف بقى وقت ساعتها اهوت. قعدت بقى اظبط الدنيا كده اهو زي ما انتوا شايفين ديت وديت كده. رحت ايه عاملاه اهو زي ما انتوا شايفين. بس دي بقى ايه ميه يعتبر اللي على السلك ده نفضته كده وايه وبينزل. طب هكنس بقى الشقة وهي وبره كله تراب، لا رحت ماسكه السلك ده نفضته. بصوا بقي يعني كاتمه نفسي كده من التراب صراحه. بصوا طبعا احنا يعتبر الباب ده بره واي هب واي تراب بيبقى جاي عليه. نفضته قبل ايه ما اكنس الشقه. رحت ايه عشان اكنس بقى قدام باب الشقه مكان المراوح كده هو. قلت يلا هو ايه السلك ده طبعا لازم يتعمل. ورحت عامله الباب بقى كده هوت زي ما انتوا شايفين. وقلت ايه هنكنس بقى عشان خاطر ما يبقاش فيه بره تراب اما اجي اكنس ما يبقاش ايه يدخل على الشقه. بس هو طبعا لميت بقى كده هوت التراب عشان خاطر اعرف ان انا ايه اكنس الشقه جوه وافتح بقى ايه باب السلك. او زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى نعمل البصاره بقى اللي هنتغدوا بيها النهارده. هنعمله ايه بقى؟ عندك هاند بلندر اعمليها في الحله كده اهوت اضربيه، ما عندكيش اعمليهم في الخلاط. اهي طريقه سهله وبسيطه خالص. ودولت ربع كيلو بالظبط فول مدشوش اللي هو بتاع الفلافل. عملتهم اهو رحت حطاهم في الحله زي ما هو. اوعي تزوديها ميه عشان خاطر ما تبقاش شوربه معاكي وما تبقاش حلو اهو. رحت ايه حضرت بقى البصلايه الحلوه بتاعتنا. رحت ايه حطيتهم بقى ايه يتحمروا. اهم حاجة تخليها على نار هادية عشان خاطر ما يتحرقش منك. عشان ده كمان بصل الاحمر بي ايه بي بيسمر كده بسرعة غير البصل الابيض بيبقى ايه احمر كده وحلو. طبعا هنا وطيت عليه عشان خاطر ما يتحرقش مني. هوريكم برضو كده اهوت زي ما انتوا ايه شايفين. اهم حاجة تحطي برضو كمية زيت كده حلوة عشان خاطر يبقى ايه يتحمر معاك اهو كده. خلاص يعتبر ايه بقى ايه بامبي كده وحلو عشان خاطر هناخده منهم كمية نحطوها على البصار
يعني البصارة هتقعد كده من غير ايدام ولا حاجة؟ لا طبعا، لازم تاخد النكهة بتاعة البصل. وعايزة اقول لكم ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لأول مرة يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، فضلا وليس امرا. كده هوت هناخده بقى ايه كمية، يعني حبة كده نحطهم بقى ايه بالايدام بتاعهم على البصارة كده الحلو، ونغلوها ايه غلو. وده كان فيديو النهاردة الحلو الجميل، وديت البصارة الحلوة من غير خضرة ولا شبت ولا أي حاجة، على أصولها كده. وهي دي البصارة اللي بتتعمل بالمعلقتين الملوخية. خلصنا بقى كده هوت، وعملت الفلفل زي ما انتوا شايفين. وهوريكم بقى كده ايه البصل بعد ايه ما بقت عاملة قرص كده بقى ايه جميل كده وبردت، ورحنا ايه حاطين بقى البصل عليها كده اهو زي ما انتوا شايفين، والفلفل بتاعنا اللي هناكله في ساعتها اهوت. شوية بصل حلوين كده اهوت. عايزة اقول لكم جوزي ما بياكلهاش باردة، بياكلها سخنة. قلت مش مشكلة، حشت برضو ايه في الحلة عشان اما يجي ايه اسخن. ودي عمايل البصارة حلوة وسهلة وجميلة، وهي دي اللي بتتعمل على أصولها بالملوخية الناشفة والمخلل السريع بتاعنا اللي بيتاكل في ساعتها. ويا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم. بقولكم السلام عليكم.